إذا ربنا بيستجيب الدعاء، واحد يجي يقول طيب أنا صار لي بدعي سنين دعوة معينة لم تستجب إلى الآن، كيف؟ أحاول أشرح بعض المفاهيم الأساسية وأجيب على بعض الاستفسارات الفكرية حول موضوع الدعاء. أولا، في مفهوم عند بعض الناس أنه الله سبحانه وتعالى يعني أكبر من أنه يهتم بشؤون الخلق وأنه يجيب أدعيتها أصلا، وأنه الله سبحانه وتعالى وضع قوانين في الأرض وخلاص ترك هذه الأرض. هذا مفهوم فكري موجود عند عدد من الناس بما فيهم بعض المسلمين. وأوضح آية تجيب على هذا التساؤل آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيجي واحد يسأل يقول طيب أنا صار لي 20 سنة بدعي ربنا أنه يرزقني 1,000,000 ريال وإلى اليوم ما جاءت 1,000,000 ريال، كيف؟ إجابة السؤال ده في معنى كلمة أجيب. أجاب الدعاء ليس معناه أنه أعطاك تحديدا بالضبط اللي سألته أنت، ولكنه استجاب لدعائك بأنه أعطاك خير أو دفع عنك شر يساوي أو يزيد دعائك. فاللي دعا ربنا أنه يرزقه 1,000,000 ريال، ربنا استجاب لدعائه بأنه صرف عنه مرض السرطان اللي كان حيجي لو ما دعا هذا الدعاء مثلا. واستجابة هذه الدعوة تسوى أكثر من 1,000,000 ريال. أي واحد اليوم عنده سرطان لو تقول له تدفع 1,000,000 ريال ويروح عنك، حيدفع أكثر من 1,000,000. بسبب هذه الدعوة حمى ولدك من حادث كان ممكن يحصل ويقعده طول حياته. بسبب هذه الدعوة ربنا أكرمك وطول في عمر أبوك وأمك، أنهم يجلسوا معك فترة أطول من العمر. وهكذا آلاف الأمور تيسر لك وآلاف الشرور تصرف عنك تسوى ملايين الريالات حصلت بسبب هذه الدعوة دون علمك. وبهذا يكون ربنا استجاب لدعوتك حتى لو أنت ما أنت مستوعب أنه استجاب لهذه الدعوة. طيب واحد يقول طب يا أخي أنا ما أبغى كل الأشياء دي، أنا أبغى 1,000,000 ريال، أنا أبغى، أنا ما عندي مشكلة أمرض وما أبغى أولاد، أبغى 1,000,000 ريال. فهنا نقول ربنا أعلم بك منك، فهو عارف 1,000,000 ريال دي لو جاتك إيش حتسوي فيه. فإذا كان يعرف بعلمه المسبق أنه 1,000,000 ريال دي ممكن لو جاتك حتخليك متكبر وحتخليك تصرفها في الحرام وحتشغلك عن ذكر الله، يصير سبحانه بلطفه استجاب لدعائك ده بأنه أعطاك أشياء تسوى 1,000,000 ريال ويزيد، وما أعطاك 1,000,000 لأنه يعرف أنه فيها شر لك. إذن هذا أول مفهوم في الدعاء، أنه يعطيك ربنا أشياء قيمتها أكثر من دعوتك لعلمه بحكمته إنه الأشياء دي أحسن من دعوتك. لعلمكم أنا عندي دعوة بدعيها لربنا صار لي الآن 30 سنة لم تتحقق ولكنها استجيبت. يعني طلبي بالتحديد ما صار إلى الآن بعد 30 سنة من الدعاء، ولكني أستشعر بكل ذرة من كياني إنه كل مرة دعيت ربنا أداني شيء. يعني أنا خلال 30 سنة دي يمكن دعيت الدعوة دي مئات الآلاف من المرات، في السجود والركوع، في الحرم المكي وفي الحرم المدني، في رمضان. ورغم أنه طلبي بالتحديد ما صار، ولكن عندي إيمان عميق جدا أنه كل مرة من مئات الآلاف المرات اللي دعوت فيها ربنا يا أداني خير يا صرف عني شر. المفهوم الثاني للدعاء أنه ربنا يديك 1,000,000 ريال، ولكن ليس الآن، يديك هي بعد 40 سنة. ليش؟ لأنه يعلم بحكمته أنه 1,000,000 ريال لو جاتك وعمرك 20 سنة مثلا حتكون شر لك، بينما لو جاتك وعمرك 60 ستكون خير لك. المفهوم الثالث للدعاء أنه يعطيك ما سألت في الوقت الذي سألت، وهذا يحصل لما تتوافق رؤيتك مع حكمة الله. في بعض الناس لما تصير له مشكلة يستحي أنه يدعي ربنا، يقول يعني أنا أيام الرخاء نسيت وأجي دحين أدعي كأنها علاقة مصلحة. لعلمكم أحيانا الله سبحانه وتعالى يشوف عبد من عباده وقت الرخاء كده لا يذكر الله وناسي ربنا، فيشتاق الله سبحانه وتعالى له فيبتليه بمصيبة لعلمه أن هذه المصيبة ستذكره وتعيده إلى الله سبحانه وتعالى وتقربه منه، فتصبح المصيبة نعمة. فلا نخلي الشيطان يضحك علينا. ربنا يريدك أن تذكره في السراء وفي الضراء، لو كنت ناسي سنين وذكرته بابه مفتوح. لذلك الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه آية للناس اللي صار لهم عشرات السنين ناسين ربنا بيقول لهم تعالوا. الدعاء له درجات، فكيف ممكن تقوي دعائك بحيث أنه يزيد أثره واستجابة الله لك؟ في شيء واحد خلاصته في حديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه دعوة الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ترفع مظلمته، هذه دعوة لا ترد. إيش العامل المشترك بين الصائم وبين المظلوم؟ كلاهما في حاجة شديدة لشيء، الصائم يبغى يأكل والمظلوم يبغى يرفع الظلم عنه. فالقاعدة كل ما زادت حاجتك وكل ما كانت دعوتك بكل كيانك وقلبك وفكرك وجوارحك كل ما كانت الدعوة أعمق. لذلك دائما أقول أنا مو المهم في الدعاء ما تختاره من الحروف، ولكن مهم في الدعاء ما ينتابك من الشعور.